يسعد مساكم صبايا، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني عنكن، ان شاء الله تكونوا بخير وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. اول شي صبايا خلينا نصلي على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اليوم صبايا حبيت ابلش معكم روتين اليوم كامل. اليوم السبت، رح اصور روتين كامل اليوم من الصبح للمساء صبايا، بسبب انه طلعنا من البيت فجأة. نهار السبت طلعنا من البيت تقريبا الساعة 4 العصر فجأة، مشان هيك رح ادمج الفيديو مقاطع منه من نهار الاحد ومقاطع من نهار السبت. بس انا كنت حابة ان انزلكم روتين فيديو كامل، بس ما صار لي وقت. طلعنا برات البيت. هون صبايا اول شي سويت قهوة. انا بحب ابدا نهاري يعني فنجان قهوة، حسب اذا حدا معي موجود يشرب معي بشربها، بس اذا ما في حدا ما بسأل عليها. احيانا بشربها مع جوزي الصبح، احيانا ما بشرب. وهون عم بورجيكم انه كان المطبخ الحمد لله اليوم كتير نظيف بعد التنظيف اللي سويناها. ما بكركبه ابدا، بحاول اني اخليه دايما نظيف. هلا صبايا رح اروح على البازار واصور لكم الاغراض اللي رح اجيبهم. هون بعد ما رجعت من البازار جبت الخضرة. نحن قلت لكم انا قبل انه هذا البازار نحن بفتح لنا كل الاسبوع مرة. انا بجيب اغراض لاسبوع كامل. هدول اغراضنا هذا الاسبوع. جبت من كل شي كيلو كيلو على الماشي، وجبت كمان في شغلات جبت اكتر من كيلو، مثل البطاطا، الشغلات اللي بستعمل كتير. هلا رح اغسلهم كلياتهم واحطهم بالبراد. مشان بنتي احيانا بتطالع شغلات وبتاكلهم، مشان شفتوا كتير في مرض وفي جراثيم وهيك. رح اغسلهم كلياتهم واطبقهم بالبراد. انا ما بتلزمني خضرة كتير، حسب يعني. احيانا بجيب من كل شي كيلو كيلو، احيانا كيلوين. وقلت لكم البازار بفتح مرة بالاسبوع، مضطرة يعني ضروري كل نهار سبت اني اعمل هاي الحركة. واول شي قبل ما اروح على البازار برتب البراد وبمسحه وبرتبه على المزبوط، وبطالع الشغلات اللي اخذ مكان. لاني لما بجيب خضرة لاسبوع كامل البراد بتعبى كلياته. وبنفس الوقت لازم يكون، لاني برادي مو كبير كتير، لازم يكون في مكان مشان الخضرة. اول شي غسلت البندورة وصفيتها من المي، طبقتها هيك بالهاي المصفاي مشان تصفى من المي، بعدين رح احطها بالبراد. اليوم انا جوزي بنصرف بكير، بنصرف على 2 الظهر. مشان هيك انا بروح الساعة 10 الصبح بجيب الخضرة كلياتها وبرجع على البيت قبل ما يجي جوزي. بغسلها وبنضفها وبستناه مشان الفطور، مشان نفطر سوا. نهار السبت هو كل الأيام بياكل بالشغل، بس بيجي بيتعشى عنا. بس نهار السبت بيجي بيفطر معانا. بلشت أغسل الخضرة كلياتها هالمرة، ما حطيت لها الخل لأني ما كان عندي بالبيت ونسيت أجيب من البازار. بتعرفوا لما الوحدة تروح على البازار تكون حاطة براسها شغلات، لما توصل لهونيك من الضجة والعالم والهيك تنسى إيش كانت رايحة تجيب. أنا نسيت الخل ونسيت كتير شغلات كنت رايحة أجيبهم. وكنت بدي اجيب بامي مشان امونه معاكم، بس كان سعره اليوم كتير غالي لاني اول نزلته، مشان هيك رح اجله لغير فيديو. انا رح اجيب كذا كيلو، مشان هيك سعره كتير غالي. هلا اول نزلته وميها لزيادة، فيها خشنة وفيها يعني انه كبار. البامة كتير كبار وهي ما بتطلع طيبة على الطبخ. صبايا اذا عجبكم الفيديو بتمنى كتير انكم تحطولي لايكات وتحطولي تعليقات حلوة، لاني الفيديوهات اللي عم بنشرها في كتير بنات عم تكتب لي تعليقات حلوة، وانا عم بحذفهم من على اليوتيوب. البنات عم بحطهم على الاستديو. كانت تعليقات كتير حلوة، وحتى في صبية اسمها الهام من السعودية، بتمنى ان تكون عم تشوف الفيديو. عن جد هي اول مرة صبية بتعلق لي هالتعليقات الحلوة وبتدعم القناة. الحمد لله. يعني في بنات من السعودية لا بيعرفوني ولا بعرفون، وفي بنات من العراق كمان لا بيعرفوني ولا انا بعرفهم، ما بعرف غير اسمائهم. وكتير الحمد لله عم بيدعموني وبيساندوني وبيحكوا معي حكي كتير حلو. مع اني يعني انه الغريب انه هن غرب، يعني هن غرب بعيدين كتير وغرب عني. انا احيانا بستغرب. انا كنت مفكرة قبل ما افتح القناة انه الناس اتغيرت اتغيرت عن قبل، بس لا، هدول البنات اثبتولي انه ما حدا اتغير. لسه في خير، لسه في ناس بتحب الخير، لسه في ناس بحبوا يساعدوا بعضهم. وخصوصي هدول الصبيتين، صبية من العراق وصبية من السعودية.
هلا صبايا خلصت غسلت كل الخضرة والفواكه. هي الفواكه اللي جبتها، وجبت معي عرانيس درة. ما بعرف انتو شو بتقولها، بس نحن بنقولها بليلة او درة، نفس الشي بنعرفها باسمين. وجبت البندورة وكل شي غسلته كلياته على المظبوط. واهم شي نحن السوريين بشكل عام، يعني الحشايش الخضر هدول، البقدونس، النعناع، الجرجير، البصل الاخضر، الخس. نحن كتير يعني في كتير شغلات، لسه في كتير شغلات اسماء كتير انه انا ما جبتهم، بس في كتير اسماء نحن كتير كمان بنحبهم وبناكلهم. في رشاد، بقلة، حميضة، هدول كلياتهم كتير طيبين. اليوم انا جبت بس هدول. جبت ملفوف احمر مشان التبولة، انا بحب احط لها التبولة ملفوف احمر. وهون غسلتهم وتركتهم كلياتهم يصفوا، بس في شغلات ما غسلتها لاني هدول من غسلوا وشربوا مي فورا بيتشركوا بينتزعوا بالبراد. وهلا حبيت اقلكن يا حظ متابعيني مني، على حظ هاي البطيخة اللي كسرتها، عفوا الجبسة. انتوا ما بتقولوا لجبسة، انتوا بتقولوا بطيخة. كسرتها طلعت كتير حمراء، وحتى البذر ما فيها زيادة، فيها كتير خفيف. يعني طلع حظكن كتير حلو. انا عم بكسرها كنت عم بقول يا حظ متابعيني مني، طلعت كتير حلوة. يعني دايما كل ما بدي اكسر شي بدي اقول هالكلمة، اكيد راح يطلع حظي كتير حلو. هون صبايا بعد ما طبقتهم بالبراد، اخذ البراد كلياته، ما في مجال ينحط معهم اي شي غير انه عدة الفطور. حطيت الجبسة اخر شي فوق مشان بس نرجع، هلا رح نروح مشوار بعد الفطور. حطيتها عشان تكون باردة مشان ناكل منها، والخضرة كلياتها طبقتها. وهلا صبايا سويت فطور. كان اجا جوزي من الشغل تقريبا الساعة هلا هون 3 العصر، جاب معه فطورنا. نحن السوريين كتير بنحب هذا الفطور. ما بعرف انتو اذا بتعرفوه، بكون فول وفلافل وحمص، نحن كتير بنحبه. وجاب مرتديلا كمان. قطعت خضرة وصفيتهم هيك بهي الطريقة على الطاولة، وسويت صحن شكلته خضرة، صار شكله كتير حلو. شوفوا شكله، عطوني رأيكم. اهل مصر بيقولوا للفلافل بيقولوا اسمه طعمية، هيك بيقولوا اسمه. نفس الطعم هو عند اهل مصر، لاني في بنت علقت لي على الفيديو، مرة نزلت فيديو عن الفطور، فطورنا الشعبي، في بنت علقت لي انه هذا عندهم اسمه طعمية، بس هن بسووه هيك بس دوائر. هيك كان فطورنا لليوم. هلا رح ارتب البيت ورح ارتب المطبخ بعد الفطور، ورح نطلع. رح ياخدنا جوزي، قال لي رح اخدكم على البحر، رح صوركم مقطع صغير هونيك. بس اول شي رح رتب البيت، رح رتب الصالون والمطبخ مشان لما نرجع ما يكون عندي شي ابدا، لاني نحن كتير منطول هون. هذا النهار الاحد نحن لما بنطلع كتير منطول، ما بنرجع تقريبا لل11 بالليل. رتبت الصالون ونظفته، خليته عم يلمع لمع. والمطبخ كمان اهم شي المطبخ، لاني بس ارجع اكيد رح افوت احضر اي شي فيه، لازم يكون نظيف ومرتب قبل ما اطلع. انا هيك بحب انه يكون المطبخ كتير مرتب. هلا المطبخ انا خالصة منه، خلصته. هلا رح ورجيكم اياه. وحتى الارض شطفتها ونظفتها، شوف الارض عم تلمع. الارض كمان شطفتها ونظفتها. وهي المطبخ ما فيه اي شي، كله نظيف وعم بلمع. والجلي تبع الفطور جليته حطيته بالمشبكة مشان يصفى من المي، مشان ارجعه على الخزن. كل شي نظامي ونظيف. هلا رح نطلع بعد شوي ان شاء الله صبايا، رح نزلكم فيديو مشان تنظيفات العيد. رح نزل كذا فيديو، هلا رح ابلش فيهم، بس اخر شي رح خلي المطبخ مشان يضل نظيف. هلا رح نطلع من البيت، هذا اخر لقطة قبل ما نطلع. رح صوركم مقطع على البحر. شوفوا صبايا هون المقطع على البحر. كنت بتمنى افتح لكم الصوت، بس في كتير ضجة حوالينا وفي ناس كتير، مشان هيك ما فتحت الصوت، خليته مسكر. بس نزلت فيديو من شوي عن البحر، وكان الصوت موجود. هيك كان المنظر، كان كتير حلو. بركنا هيك على حرف الصخور، وجبنا معنا شوية تسالي وبركنا وتسلينا، والحمد لله كتير انبسطنا. نحن كل احد هيك بنطلع. وطلعنا كمان نهار السبت، طلعنا بس رحنا على البحر على الشاطئ. مو هون ما بنسبح، بس على الشاطئ. جوزي وبنتي هونيك هيك كانوا سبحوا بالمي، بس هون ما بنسبح، هون المي كتير غميقة. هون عم بورجيكم كان في صيادين عم بصيدوا بنص البحر، مبينين كتير ناعمين مثل النملة.
هلا صبايا رح نرجع تقريبا، نحن رجعنا بالليل، كان الجو كتير عتمة. رجعنا تقريبا الساعة 11. شفت هاي الأكلة التركية وحبيت أجيب منها وأجربها معكم. شوفوا شكلها، خليت جوزي يصور لي وهو عم بيشتريها. ما بعرف، هي بتكون صدفات هيك، وفي بقلبها الرز، وفي بقلبهم كمان هي محارة لونها سودا، هن الأتراك بياكلوها. خليته يشتري لي منها لجوزي، قلت له رح أجربها مع المتابعين على القناة فيديو، قال لي تمام ماشي، وفورا اشترى منها. شكل الليمون اللي معاها ما عجبني، كان عندي ليمون بالبراد شفتوه واشتريته مع الخضرة. رح اطالع ليمون من عندي، وهذا ما رح استعمله، رح ارميه. شوفوا شكله بس افتح لكم اياها، بكون فيها هيك شقفة لحمة ناعمة، وبكون فيها كمان رز. الرز اللي بقلبها يمكن محطوط له توابل ومحطوط له حد، هو كتير حد، ولما بتعصري فوقها ليمونة بطلع طعمها كتير طيبة. ما بعرف كيف بيعملوها، بس بشوف كتير يوتيوبر وعالم عم بيجربوها وبيقولوا انها كتير طيبة. مشتهيت اجربها، هي تاني مرة بجيب منها. كبيت الليمون معاها، وجبت ليمونة من عندي من البراد. الليمون اللي عندي من البراد هذا الليمون انا ما اشتهيت عليه، لاني كان محطوط معاها من برا، وما بعرف انا انه شو مين داقره ومين لامسه. هي مسكرة بس الليمون مو مسكر، مشان هيك جبت ليمون من عندي من البراد، وهيك كان شكلهم اخر شي. شوفوا ما احلاهم، بس عن جد طعمتها كتير طيبة. اذا جيتوا على تركيا جربوها، طعمتها كتير طيبة. شوفوا شكلها من جوا، الكاميرا مغبشة، رح سويها هيك شكلها من جوا كتير حلو. بتحطولها ليمون بصير طعمتها كتير طيبة. وهلا صبايا الله قرب يخلص الفيديو، ان شاء الله بشوفكن في فيديو جديد، وما تنسوني من اللايكات ومن التعليقات الحلوة مثلكن يا حلوين انتو. وهلا خلص الفيديو، ان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.